هذا ما رآه لاعبي السنغال اليوم في المباراة. يقول أحد لاعبي المنتخب السنغالي: ما رأيناه في مباراتنا أمام المغرب شيء لا يصدق، صافرات استهجان من الجماهير المغربية في كل هجمة للمنتخب السنغالي. أيضا الحكم قام بإلغاء هدف صحيح لنا، وعلى الناحية الأخرى قام باحتساب ركلة جزاء خيالية للمغرب في الثواني الأخيرة في المباراة. ما رأيناه في هذه المباراة هو تحيز كبير من حكم المباراة لدى المنتخب المغربي. أنا شخصيا يا جماعة أرى بأن ركلة جزاء المغرب صحيحة 100%، لكني أرى بأن السنغال تعرضت للظلم بعد إلغاء هدفا صحيحا لها. في رأيكم من تعرض للظلم في هذه المباراة، المغرب أم السنغال؟ المصريون كانوا يتوقعون فوز المنتخب المغربي على المنتخب السنغالي. هيا بنا نرى ماذا قالت الجماهير المصرية قبل المباراة. السلام عليكم. توقعاتك لنهائي بطولة أفريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز؟ المغرب هتاخد البطولة. ليه؟ ليه حضرتك اخترت المغرب وما اخترتش السنغال؟ لأنها بتتلعب في أرضها، واللي أنا شايفه كده إن المغرب منتخب قوي وفي الوقت نفسه في أرضهم وجمهورهم وبلدهم. بتحب المغرب يا حاج؟ نعم. بتحب المغرب؟ أنا بحب كل مسلم في العالم. تحياتنا ليك، تحياتنا الله ليك يا حاج. يكرمك. السلام عليكم يا باشمهندس. توقعات سيادتك برضو لنهائي أفريقيا النهارده بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال. ان شاء الله المغرب وربنا معاها وكلنا معاها. تحياتنا لحضرتك وتحياتي المغاربه كمان لحضراتكم يعني. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم، بطولة افريقيا النهارده بين المغرب وبين السنغال، مين اللي هيفوز؟ المغرب. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز مين يكسب النهارده، المغرب ولا السنغال؟ أنا عاوز المغرب. بتحب المغرب وبتحب المنتخب المغربي؟ تحياتنا ليك يا حاج. توقعات حضرتك لنهائي بطولة أفريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز، المغرب أم السنغال؟ المغرب، ليه قلت المغرب وما اخترتش السنغال؟ عشان أي فريق عنده دكة برا أقوى هو اللي هياخد البطولة. بتحب المغرب؟ لا، المغرب حبايبنا أخواتنا برضه. تحياتنا ليك. السلام عليكم. السلام. توقعاتك لنهائي أفريقيا زي ما سألت صديقك، تمام. من سيفوز اليوم، المغرب أم السنغال في نهائي أفريقيا؟ لا ان شاء الله المغرب، ان شاء الله المغرب هتفرحنا النهارده، ودوله عربيه نتمنى ليها الفوز، يعني دوله شقيقه. والمغاربة كمان بيتمنوا لك كل خير، وتحياتنا ليك وتحيات المغاربة كمان ليك. السلام عليكم يا باشمهندس. توقعات حضرتك لنهائي أفريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز، المغرب أم السنغال؟ المغرب. ليه حضرتك اخترت المغرب وما اخترتش السنغال؟ عشان المغرب فرقة عربية زينا. بتحب المغرب؟ بحب المغرب. تحياتنا لحضرتك. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز؟ هيفوز منتخب المغرب. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، من سيفوز، المغرب ام السنغال؟ انا شايف المغرب. ليه قلت المغرب وما قلتش السنغال؟ لا، المغرب هي بتلعب في ارضها، فهيبقى فيه انحياز ليها اكتر، والجمهور هيبقى ليه اثار كبيره. بتحب المنتخب المغربي وبتحب المغرب؟ اكيد. تحياتي ليك. السلام عليكم. اليوم هو نهائي افريقيا بين المنتخب المغربي والسنغال، ما هي توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم، المغرب اللي هتفوز ولا السنغال؟ المغرب طبعا. ليه بتقول المغرب؟ شكلها يعني في منتخب البطولة قوي. قوي، وغير كده السنغال هي كسبتنا بالجون. يعني مش جون جامد قوي يعني. هو كان جون يعني الحارس لك ما عرفش يعني معنى كلامك ان المنتخب المغربي اقوى من المنتخب السنغالي بكتير. بتحب المغرب أكيد وبتحب طبعاً. المنتخب المغربي؟ أكيد، وكانوا بيشجعونا. تحياتي ليك. تحياتي. السلام عليكم. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز؟ 2-1 للمغرب. 2-1 للمغرب. ليه قلت المغرب وما قلتش السنغال؟ عشان المغرب منتخبها اقوى. بتحب المغرب؟ والبطولة على ارضها. بتحب المنتخب المغربي وبتحب المغرب؟ تحياتنا لك. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، من سيفوز، المغرب ام السنغال؟ المغرب. ليه بتقول حضرتك المغرب؟ بتحب المنتخب المغربي وبتحب المغرب؟ تحياتنا لحضرتك. السلام عليكم. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المغرب والسنغال، من سيفوز؟ ان شاء الله المغرب. بتحب المنتخب المغربي؟ ليه حضرتك قلت ان المغرب هي اللي هتفوز؟ فريق عربي زينا واخواتنا شقاتنا، وربنا ان شاء الله يجمع على خير ويكسبوا. تحياتنا لحضرتك ومتشكرين جدا. السلام عليكم يا حاج. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، من سيفوز؟ هو احتمال المغرب. حضرتك بتحب المغرب؟ طبعا.
تحياتنا لحضرتك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. توقعاتك لنهائي افريقيا اليوم بين المنتخب المغربي والسنغال. ان شاء الله الدوله العربيه اللي هتكسب ان شاء الله. المغاربه انا ما قلت كده طالعين فوق في العالم، بس انا بشجع المغرب تلعب كوره حلوه، واخده ربع عالم كاس العالم، واخدين شباب وماشيين. طلعوا الاسود كاميرون وطلعوا كوت ديفوار وطلعوا فرق جامده، يعني طلعوا كبار المنتخبات، ولذلك تقول ان المنتخب المغربي هو الاقرب للفوز النهارده في نهائي افريقيا. تحياتنا لحضرتك. ازيك؟ مين هيفوز النهارده في نهائي افريقيا؟ المغرب ولا السنغال؟ بتحب المنتخب المغربي؟ السلام عليكم. توقعاتك لنهائي افريقيا بين المغرب والسنغال اليوم، من تتوقع ان يفوز، المغرب ام السنغال؟ المغرب لأنها قوية أكتر من السنغال، وأنها فيها لعيبة محترفة. بتحب المغرب؟ الراجل الطيب المصري ده يقول ان المنتخب المغربي اقوى من المنتخب السنغالي. انت شايف ان ان المغرب اقوى من السنغال؟ ايوه شايف كده. انت حضرتك المغرب اقوى. تحياتنا ليك. كلها تقول مش انا بس، يعني كلام الكل ده يعني المغرب اقوى. تحياتنا ليك. تحياتنا ليك. السلام عليكم يا حاج. مين اللي هيفوز النهارده، المغرب ولا السنغال؟ المغرب. ليه بتقول المغرب؟ عشان هي اقوى فرقه تعتبر. بتحب المغرب؟ يعني. السلام عليكم. توقعاتك لنهائي بطولة أفريقيا اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال، من سيفوز؟ المغرب هتاخد البطولة. ليه؟ ليه حضرتك اخترت المغرب وما اخترتش السنغال؟ لأنها بتتلعب في أرضها، واللي أنا شايفه كده إن المغرب منتخب قوي وفي الوقت نفسه بأرضهم وجمهورهم وبلدهم. بتحب المغرب يا حاج؟ نعم. بتحب المغرب؟ أنا بحب كل مسلم في العالم. تحياتنا ليك. تحياتنا ليك يا حاج. السلام عليكم يا باشمهندس. توقعات سيادتك برضو لنهائي افريقيا النهارده بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال. ان شاء الله المغرب وربنا معاها وكلنا معاها. تحياتنا لحضرتك وتحياتي المغاربه كمان لحضراتكم. يعني طبعا يا جماعة زي ما سمعتوا وشفتوا، كل الشعب المصري، كل المشجعين المصريين كانوا يتمنون فوز المنتخب المغربي ببطولة أفريقيا، وكان لديهم اعتقاد بأن المغرب هي من ستحصد البطولة، ولكن للأسف السنغال هي من حصدت البطولة. ولكن أنا لدي سؤال، لماذا قام لاعب منتخب المغرب بتسديد ركلة الجزاء بهذه الرعونة؟ لماذا؟ هذه مباراة نهائية، وحتى وإن كانت مباراة عادية وليست نهائية، لماذا تسدد ركلة الجزاء بهذه الرعونة؟ ركلة الجزاء هذه لو كانت سجلت لفازت المغرب ببطولة أفريقيا، واحتفل المصريون مع أشقائهم المغاربة. هدف السنغال في شك إن ممكن يكون هدف صحيح، أو ممكن يكون قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف، ولكن ركلة الجزاء للمنتخب المغربي ركلة جزاء صحيحة 100%. فلماذا لاعب من المنتخب المغربي يسددها بهذه الرعونة وهذه السذاجة؟